كل حبايبنا وكل متابعينا الفيديو ده مخصوص معمول ليكم. انت كم مرة كسلت بسبب الادوات مش تحت ايدك ان انت تعمل صيانة في جهاز شغلانته بسيطة؟ كم مرة ما كسلت ان انت تصلح حاجة بحجة بس ان الادوات مش جنبك او مش معاك، فانت لازم تاخد الجهاز وتروح جنب الحاجة جنب المكان اللي فيه الادوات عشان تصلح الجهاز ده. طب ما انا فكرنا في فكرة جميلة قوي. ايه رأيك نخلي الادوات والمعدات هي اللي تروح للجهاز مش الجهاز اللي يجي لها؟ طب ازاي ده؟ الفكره اللي قدامك دي بسيطه جدا، وهي فكره باور سبلاي بورتابل. بورتابل يعني مش محتاج مصدر كهرباء جنبك عشان تشغله، بيشتغل على البطاريه. ايه ده بجد؟ بجد زي ما انت شايف كده الجهاز اللي قدامك ده جهاز باور سبلاي متعدد الفولت. تقدر تعمل بيه ايه؟ تقدر ان انت تشغله على البطاريه من غير ما يكون جنبك وصلة كهرباء او مصدر الكهرباء 220 فولت. طب ازاي الكلام ده؟ زي الناس، الجهاز ده احنا عاملينه، الباور سبلاي ده احنا عاملينه ادي مدخل البطاريه من هنا، مجرد ما بتدخل البطاريه وتشغل زرار الباور بيشتغل معاك كباور سبلاي عادي جدا. طيب ده كلام جميل قوي. هو يقدر يديني من فولت كام لحد كام؟ يقدر يديك على حسب البطاريه اللي راكبه من 1.5 فولت لحد 40 فولت. يعني انا لو ركبت بطاريه 36 فولت هقدر اخد من تدريجيا فولت من 1.5 لحد 40 فولت. طب لو انا قللت البطاريه، بدل ما اركب بطاريه 36 ركبت بطاريه 24، هيقدر يديك فولت من 1.5 لحد 24 فولت وهكذا. طيب احنا هنجرب بطاريه النهارده بسيطه كده وصغيره، وهي بطاريه 16.8 فولت نظام الاربعه اس ليثيوم. هنجربها ازاي؟ اول حاجه بنيجي كده على الجهاز ونروح جاي موصلينه بالبطاريه. كده الجهاز وصل بالبطاريه، ابتدي اشغل الباور من هنا اهو. الجهاز اشتغل معايا زي ما انت شايف 13 فولت. بص كده بقى هيطلع معايا كام؟ لحد 16 و6 لان البطاريه 16 و8. طب هينزل معايا الفولت لحد كام؟ بص كده هقدر اخد الفولت اللي انا عايزه تدريجيا من اول 1.3 فولت او 1.4 فولت لحد 16 فولت. ده كلام جميل قوي. البوتنشيميتر التاني ده عشان يتحكم في الامبير اللي رايح، اقدر اتحكم في الامبير من 1 لحد 5 امبير. طبعا انا نظبطه على اعلى امبير باعتبار احنا الجهود اللي معانا جهود بسيطه ومش محتاجه ايه يعني ان احنا نستخدم امبيرات عاليه والكلام ده. يبقى دي للفولت ودي للامبير. طيب ادي المخرجين اهم بتوعنا.